أهلا ومرحبا بالجميع في استكشاف جديد لمادة معرفية شيقة. اليوم رح نغوص في رسالة عنوانها رسالة إليك أخي التاجر لمحمد أنور محمد مرسال. أهلا بك. هي الرسالة يعني بتقدم رؤية إسلامية لأخلاقيات التجارة، كيف لازم تكون الممارسات، وكلها مستندة للقرآن والسنة. ممتاز. هدفنا اليوم نستخلص أهم الأفكار، أهم التوجيهات وكمان التحذيرات اللي فيها بشكل يكون مفيد وعملي. بالتأكيد. وأول شيء بتبدأ فيه رسالة هو التأكيد على قيمة العمل التجاري نفسه. يعني في حديث بيعتبر البيع المبرور اللي هو خالي من الغش والخداع من أفضل أنواع الكسب الحلال. يعني مش بس مجرد فلوس وربح. تماماً. الأساس هو إنه عمل له أصوله، له أخلاقه. ولفت نظري التركيز الكبير على التعامل الإنساني. في حديث مشهور: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هاي السماحة يعني كيف ممكن نشوفها على أرض الواقع؟ بتظهر بأكتر من شكل. مثلاً إقالة النادم، يعني لو واحد اشترى شيء وندم، التاجر يقبل يرجع له إياه. هاي فيها تعاطف كبير. آم وكمان أجرها عظيم يوم القيامة. صحيح. وكمان فكرة إنذار المعسر اللي عليه دين ومتعسر، التاجر يمهله. هاي تطبيق مباشر للرحمة والسماحة اللي بتتكلمي عنها. وفي جانب تاني كمان، جانب يمكن نسميه روحي، مثل الحث على البكور، إنه الواحد يبدأ شغله بدري عشان البركة. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، هاي نقطة مهمة جدا. البركة في الوقت الباكر. وكمان ذكر الله في السوق. السوق مكان يعني عادة بيكون فيه غفلة شوي. بالضبط. وكمان الصدقة مش بس عشان تنمي المال، لا، هي كمان بتكفر أي لغو أو حلف ممكن يصير بالبيع، يعني كأنها بتنقي المعاملة. يعني الهدف هو دمج التجارة بالحياة الأخلاقية والروحية. تماماً. والنقطة الجوهرية هي النية، إنه التاجر لو نوى نية صالحة بشغله، زي إنه يعفي نفسه وأهله أو يتقوى على طاعة الله، فهذا العمل التجاري نفسه ممكن يصير عبادة. هي نقلة مهمة فعلا في فهمنا للعمل. طيب، ننتقل للجانب الثاني، التحذيرات. فيه تشديد كبير على ما يبدو على الأمانة. الأمانة هي حجر الزاوية، يعني قضية التطفيف الكيل والميزان، الغش بالوزن أو المقدار. هي إلها تحذير شديد بالقرآن: ويل للمطففين. وفي أحاديث بتربطها بمصايب كتيرة زي القحط والجور. ويل للمطففين، آية قوية فعلا. جداً. والغش بشكل عام طبعاً، إخفاء عيوب السلعة مثلاً. الحديث المشهور: من غشنا فليس منا. يعني الموضوع مش بسيط أبداً. الصدق والوضوح هم أساس البركة بالبيع. والحديث الثاني بيأكد إنه لو البايع والمشتري صدقوا وبينوا، ربنا بيبارك لهم، بس لو كذبوا وخبوا العيوب. محقت بركة بيعهما. بتروح البركة كلها. حتى الحلف الكتير بالبيع ولو كان صادق مش مستحب. يعني كسرة الحلف نفسها منهي عنها؟ نعم، في حديث عن بغض الله للبياع الحلاف. والأخطر طبعاً هو اليمين الكاذبة اللي بيحلفها عشان يروج سلعته. هاي منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. يعني بتبيع البضاعة بس بتمحي البركة والربح الحقيقي. كل هذا بيصب في أهمية الصدق والثقة. بالضبط. الثقة هي الأساس. ومن التحذيرات المهمة كمان اللي بتأكد عليها الرسالة إنه التاجر لازم يتعلم فقه البيوع. فقه البيوع يعني الأحكام الشرعية للمعاملات؟ تماماً. عشان ما يوقع بالحرام وهو مش عارف. وأخطر شيء ممكن يوقع فيه هو الربا. الربا موضوع كبير وشائك. نعم، والرسالة بتشدد كتير على خطورته. بتعتبره من أكبر الكبائر، والنصوص فيها شديدة جداً، يعني فيها لعن لكل المتعاملين فيه. الله المستعان. طيب وشو كمان في تحذيرات؟ في تحذير من المماطلة بالديون، يعني اللي قادر يدفع وما يدفعش هاد ظلم. وكمان الاحتكار، خصوصاً احتكار الأكل وقت حاجة الناس. هاي نقطة مهمة بمجتمعاتنا. أكيد. وكمان حق الأجير العامل، لازم ياخد أجره فوراً قبل أن يجف عرقه. والرسالة بتذكر كمان تجنب بيع المحرمات زي الخمر مثلاً، أو تشغيل الأغاني والموسيقى الصاخبة بمكان العمل. يعني قائمة شاملة للمحظورات، وما ننسى الزكاة. طبعاً. زكاة عروض التجارة هي واجبة، نسبة معينة 2.5% بتنحسب بشروط معينة على البضاعة الموجودة آخر السنة.
وهي حق للفقراء والمساكين وبتطهر المال. يعني بنهاية المطاف الرسالة بتقدم رؤية متكاملة للتجارة، مش بس ربح مادي، لا، فيه بركة أخلاقية وروحية واجتماعية. صحيح؟ والخلاصة يمكن في مبدأ أساسي بتكرره: الرزق الحلال بيجي بطاعة الله مش بمعصيته. الاستعجال وطلب الرزق بالحرام ما بيجيبوا أسرع. فعلاً. وكفكرة أخيرة ممكن نتأمل فيها مقولة منسوبة للإمام الأوزاعي: يذهب المال ويبقى حله وحرامه. يعني المال بيروح بس بيبقى أثره، سواء كان خير وبركة أو إثم وتبعات. نقطة عميقة للتفكير: كيف ممكن ممارساتنا التجارية اليومية مهما كانت صغيرة بتترك أثر طيب ومبارك؟ بالضبط. هذا هو السؤال الجوهري اللي بتطرحه هاي الرسالة القيمة.